أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن حاجة كل ست لاحظتها بنفسها بعد الجواز. الشغف اللي كان موجود في الأول اختفى. بس قبل ما تحسي إن الموضوع مستحيل، تعالي نعرف 3 أسباب رئيسية بتخلي الشغف يختفي وإزاي ممكن ترجعيه. الخطوة رقم 1: الروتين اليومي بيقتل الحب تدريجياً. الروتين كلمة بسيطة بس تأثيره كبير جداً. أيامك بتعدي بين الشغل، البيت، المسؤوليات، ومفيش مساحة لأي مفاجأة أو لحظة حماس. أوقات حتى التفاصيل الصغيرة اللي كانت بتسعدكم في الأول بتتحول لعادة، ولما الحاجة تبقى عادة بيبدأ الإحساس يختفي. الست لما تحس إن كل يوم شبه اليوم اللي قبله بتبدأ تبرد عاطفياً، والشغف يختفي من غير ما تحسي. الخطوة رقم 2: فقدان التواصل الحقيقي. الكلمة الحلوة، الاهتمام الصغير، نظرة فيها شوق، كل ده لو قل الشغف بيبرد. ممكن يكونوا جنبك بس مش حاسين بيك. اللي بيحصل أوقات إن كل الكلام بيتحول لروتين. إزيك؟ كل حاجة تمام؟ بدون شعور حقيقي. الست محتاجة تحس إن في حد بيسمعها، بيهتم بيها، وبيقدر وجودها. ولو الكلام ده اختفى، طبيعي الشغف يروح حتى لو كل حاجة تانية موجودة. الخطوة رقم 3: نسيان نفسك وسط العلاقة. أوقات كتير الست بتنسى نفسها، اهتماماتها، شغفها الشخصي، رغباتها، حتى مشاعرها. كل تركيزها على العلاقة، على البيت، على كل حاجة إلا هي نفسها. لما تنسي نفسك طبيعي الشغف يختفي. الشغف بيبدأ من جواكي. لو انت مش حاسة بنفسك مش هتحسي بحب حقيقي لأي حد. الخطوة رقم 4: تجاهل اللحظات البسيطة. مش لازم تكون لحظة كبيرة أو هدية غالية، بس لمسة، كلمة حلوة، نظرة مليانة حب، كل ده بيغذي الشغف. لما اللحظات الصغيرة تختفي يوم بعد يوم العلاقة تتحول لشيء روتيني، ومن غير ما تحسي الشغف بيروح. الخطوة رقم 5: عدم التجديد في العلاقة. العلاقات محتاجة حركة، محتاجة مفاجآت صغيرة، محتاجة تجديد للحب. حتى فكرة قعدة سوا في مكان جديد، أو نشاط جديد، أو كلمة مختلفة بتعمل فرق كبير. لما كل يوم يبقى نفس الروتين، نفس الكلام، نفس المواعيد، القلب يمل، وده طبيعي. الخطوة رقم 6: الخوف من المواجهة. كتير مننا بيخاف يقول اللي جوه قلبه. خوف من الجرح، خوف من الخلاف. بس السكوت بيقتل الشغف أضعاف أضعاف الكلام. الست محتاجة تحس إن في مساحة تقول فيها كل حاجة من غير خوف. المواجهة مش دايما مشكلة، أوقات ليا اللي بتجدد العلاقة وتحافظ على الشغف. الخاتمة: بصي، الشغف مش حاجة تختفي فجأة، هو بيروح حتة حتة مع كل حاجة بسيطة بنسيبها أو مش بنعملها. الروتين، الكلام الجاف، نسيان النفس، تجاهل اللحظات الصغيرة، عدم التجديد، والخوف من المواجهة، كل ده بيأثر. بس الخبر الحلو، الشغف ممكن يرجع تاني لما تعيد الاهتمام، لما تسمعي، لما تقدري نفسك، لما تدي كل لحظة قيمتها. لما تكوني صريحة هتحسي بالحب والشغف مرة تانية، طبيعي، من جوه قلبك. لو حسيت إن الكلام ده وصل ليكي، اعملي لايك، شاركي الحلقة، وسجلي اشتراكك في قناة شفاء النفس علشان نكمل مع بعض رحلة الوعي والحب والراحة الحقيقية. قلب